تفتكر قصة كانفا بدأت ازاي؟ ولو ما تعرفش كانفا فكانفا دي موقع كده زي الفوتوشوب تقدر تصمم من عليه صور وفيديوهات وباوربوينت وحاجات كتير جدا. مش بس كده، ده سهل جدا الاستخدام واي حد ممكن يستخدمه ومش لازم تبقى شخص محترف عشان تعمل شغل عليه. طب القصه بتاعته بدات ازاي؟ في بنت استراليه اسمها ميلاني كانت بتحب التصميم جدا، بس كل ما تخش على برنامج زي الفوتوشوب او الالستريتور تلاقي الدنيا مليانه ادوات وتعقيد كانك داخل امتحان فيزياء. ساعتها قالت لنفسها ليه التصميم للمحترفين بس؟ ليه ما نخليش اي حد يقدر يصمم بسهوله؟ ومن السؤال البسيط ده طلعت فكره كانفا، منصه تخلي اي حد يصمم بايده، يسحب صوره، يحط خط، يغير لون، خلاص التصميم بقى جاهز. الناس حبت الفكره والمدرسين بداوا يستخدموه والشركات كمان بدات تستخدمها بدل البرامج الصعبه. وفي كام سنه بس بقت كانفا من اكتر البرامج اللي بتستخدم في التصميم، والشركه النهارده قيمتها بالمليارات. الخلاصه يا حبيب عم رائد، لما تلاقي حاجه صعبه على الناس سهلها لهم. الناس بتحب تشتري وتاخد الحاجه اللي بتخلي حياتهم اسهل مش اصعب، واللي يبسط الصعب دايما هو اللي بيكسب. وتابعني لو عاوز تبقى مصمم يا واد.